ايه اكتر حاجه انت قررت ان انت تغيرها في نفسك وندمان ان انت اتاخرت فيها؟ هقول لك صحابي. ايه صحابك؟ اه صحابي. عارف انت لما تبقى عايز تبطل سجاير بس صحابك هم وانت عارفه لما تبقى عايزه تلبسي حجاب او نقاب صحابك هم لما تقرر انت تصلي، لما تقرر ان انت تتغير، لما تقرر ان انت تروح الجيم، لكن صحابك هم وبعد كده بتسأل نفسك وبتسألي نفسك انا ما كملتش ليه؟ حتى لو بدأت خطوة انا برجع تاني ليه؟ اللي مبطل سجاير بقاله اسبوعين ثلاثة وده كان اقصى شيء ممكن يوصل له، انا ليه رجعت تاني؟ صحابك. كل الدايره اللي حواليك بتدخن، كل الدايره اللي حواليكي مفيش حد فيهم لابس لبس كويس، فبالتالي انت ايه اللي هيخليكي اصلا ان انت تكملي لوحدك؟ مفيش حد يعينك، طبعا ربنا هو اللي بيعيننا كلنا، انت اصلا ربنا بيعينك ان انت تاخدي الخطوه دي، صح انا عارف، لكن لازم يبقى في صحاب، لازم يبقى في دايره محيطه بينا تشدنا للحاجه الاحسن، مش دايره تشدنا للوحش. عارف صحابك وصحباتك الحاليين هم مرتاحين في اللي هم فيه، هم شايفين اللي هم فيه خلاص انا مش عايز اتغير، انا مرتاح كده، اغاني، مخدرات، سجاير، مفيش مذاكره، مفيش صلاه، الدين في القلب، انا كده مرتاح خلاص اوكي. محدش فيهم هيتغير. لازم تبعد او لازم تبعدي عن الناس اللي حواليك دلوقتي عشان تعرفي تشدي نفسك للاحسن، وبعد كده لما تبقى قوي او لما تبقي قويه ارجعي لهم مره تانية وخديهم، بس دلوقتي لازم تبعدوا عن اي حد بيشدك لورا كان ضد قرار التغيير.